ان يكون في راجل بيحب ومصمم على الحب ومكسر الدنيا علشانها وبيعمل حاجات خارقة وحاجات عظيمة. لان بصراحة يا جماعة الحاجات دي يعني راحت، يعني احنا بالنسبة لنا ما بقيناش بنشوف ولا بنسمع. فطبعا لو حاجة كده تبقى يا ريت. لو انت اللي معاكي اناني ومفضل نفسه عليكي وشايف ان راحته وسعادته ووقتك ليه واهتمامك بيه وحنيتك عليه وان انت تبقي هو بالنسبه لك كل حاجه في حياتك، هو هيبقى هو نفس الراجل اللي بيتجوز عليكي، او هو نفس الراجل اللي بيرميكي ويخونك ويروح يتجوز واحده تانية، او هو نفس الراجل اللي مش هيكمل الجوازه لان انت مش فارقه معاه. لما تبقي انت فارقه معاه، شكلك يفرق معاه، مستواكي المهني يفرق معاه، مستواكي التعليمي يفرق معاه، ومش يفرق معاه علشان خاطر يقعد يتنك عليكي ولا يحط ويتشرط ويقول لك تنفع ولا ما تنفعش، لكن يفرق معاه ان انت تكوني شخص مش كامل، لان الكمال ده لله وحده، لكن تكوني شخص زي ما بيقولوا كده باللبناني، انا بحب اعصي الجمله دي قوي، على قد حاله، على قد حالك، قويه، متعلمه، ذكيه، شاطره. لكن يقول لك بقى خليكي وقعدي جنبي وبعدين لما تتجوزيه بقى يحصل ايه؟ اقول لك انا السيناريو يحصل ايه؟ 9 شهور وتكوني حامل، 9 شهور تكوني مخلفه، ها؟ وبعدين يقول لك اصل مش هينفع تكملي تعليمك وهتسيبي العيل لمين؟ بيقوق، بيرضع، كوافيل، غيري، ها؟ بعدين بقى ايه؟ التطعيم، وبعدين مش هندخل الولد حضانه عشان احنا في الشتاء، مش هندخل الولد حضانه عشان احنا في الصيف ومعيش فلوس. انا لو مكانك هسيبه، عشان انا احب الراجل اللي يحبني يحب نجاحي ويحبني ابقى شاطره ويحبني مش لازم ابقى، يعني انا مش راح اخد جايزه نوبل، ولو هاخد جايزه نوبل واي نوت، بس يحبني كده وانا على قد حالي، على قد حالي. تقدمني بس بيقول لي مش لازم تكملي، مش لازم تكملي، او وقفي كام سنه كده في اول الجواز، ولو عايزه ترجعي تكملي بعدين نبقى نشوف. انا محتاره اعمل ايه. لا يا حبيبتي ما تكمليش، ما تكمليش معاه، مش ما تكمليش في الدراسه، ما تكمليش مع الراجل ده. اي راجل بيحب واحده ست بيحبها تبقى ناجحه، واي راجل بيحب واحده ست بيحب انها تبقى متقدمه، واي راجل بيحب واحده ست بيبقى بيحبها متعلمه، واي راجل قوي بيحب ست يحبها قويه. والست الجهله اللي بلا تعليم او بلا شهاده بتبقى ما عندهاش نفس المقومات بتاعه الست المتعلمه. علشان كده دايما بنقول التعليم ثم التعليم ثم التعليم. التعليم يسندك، التعليم يشغلك، التعليم يسند ولادك يطلعهم حافظين للقرآن. اقرأ، ربنا سبحانه وتعالى أول آية نزلها اقرأ، علشان يقول لنا قد ايه القراءة مهمة، مذاكرة مهمة، والنجاح مهم، والشهادة مهمة. لا، مع ألف سلامة، ومش عايزين، ومتشكرين، ومع السلامة.